ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. بصوا النهارده السوق طبعا العيد دخل والحاجه شاطت، مش ولعت، شاطت. العيد دخل والحاجه غلت. هما بيغلوا طبعا الحاجه عشان العيد، بالذات الطماطم. طماطم ب7.5، وكيلو وربع ب10 بيعبيها هو بس انا منقياها حلوه خالص اهي، ب7.5. بس الله اكبر هي حلوه صراحه، بس احنا كنا بنجيبها السوق اللي فات كانت ب5 ب6، واكتر وقت كانت ب5 يعني، وساعات ال2.5 او ال2 وربع ب10 كده. لا دي اهي بصوا. فانا طبعا لما لقيتها ان هي زادت بقى فزودت. بصوا جبت دول وفضيتها هنا اهو، جبت دول 3.5 ماشي، وجبت كمان شنطة هي 3 كيلو طماطم ماشي. قلت طبعا عشان السوق الجاي كده هتبقى اغلى واغلى، ممكن توصل 15 و20 كمان. فانا قلت ايه، هي جامده اصلا وتقعد يعني. قلت اقطع منها مثلا اللي يطيب على نص الاسبوع كده، اللي يطيب اقطعه واحطه في شنطه ماشي. طبعا ده الكدلس ب100 جنيه كدلس، انا رماه كده ولا جواب خلاص عشان انا زهقت منه. و2 كيلو علف للبط اللي عندي. الكيلو ب27، ب54 جنيه دول 2 كيلو ماشي. وده شرش مش يعني مش اهو شادي. الكيلو ب40، النص ب20 جنيه ماشي. ده ايه ده؟ بامية. البامية ب40 و45. بصوا شايفينها حلوة اهي. جبت كيلو ب40 جنيه، هيبقى حلو برضو ينفع يعني، حتى لو ما تعملش هشيله في التلاجة. كده كده الكيلو كتير قوي علينا يعني، كتير الكيلو علينا عشان انا وجوزي ومكة بس، حتى طبعا مش موجود. الفلفل الكيلو وربع ب10 وب12 جنيه، بس اهو جبته الكيلو وربع. بس انا شكلت كده ما بين الاحمر والاخضر عشان انا عندي احمر وعندي اخضر، بس انا عايزه اخد الاحمر دوت هضربه في الكبه واحط عليه شطه حمرا يعني وكده، واخليه اعمل بيه المخلل عشان ما يبقاش حراق قوي زي الشطه الحراقه اللي من جوه ماشي. الخيار بقى، الخيار ب10 جنيه بس حلو يعني. بصوا انا جايبه صغير وكبير فيه عشان هخلل منه يعني في المش شويه، يعني اقطع كام واحده في المش كده، وده بيبقى حلو في الاكل وفي السلطه طري كده وحلو، مش اللي هو ناشف مفيهوش ميه او اللي هو مبصدر مثلا، لا. كيلو ب10 جنيه بس حلو خالص يا جماعه. بصوا الخيار بلدي وحلو. انا مشكلت ايه 2 كيلو. ازازه صابون ب15 جنيه، 2.5 مليان 15 بالعافيه. بيقول المفروض قال 20، ليه انا معرفش. بصوا بقى جبت كيلو زبده عشان عايزين نعمل فطير. بسم الله الرحمن الرحيم اهيت. كيلو ب100 جنيه. هي مزارع على فكره، بس معرفش بقى حلوه ولا مش حلوه، ولا اول مره يعني اجيب ايه من دي ماشي. الكيلو اعمل 100، وفي ب80 وفي ب120، وفي شنطه على بعضها ب500 والكلام ده كله. فانا جبت كيلو اجربها، اعمل بكتير بقى معاكم ان شاء الله واوريكم الفطير. وجبت كيلو بتنجان من ده على كام واحده صغننين كده ماشي اهو. ده كيلو واحد، كيلو ب15. جبت كيلو ونص بقى ملوخيه عيانه. الملوخيه مهبطه خالص مش عارفه ليه كده، هي بس حلوه بلدي يعني، وحلوه ريحتها حلوه على فكره، ملوخيه حبنا اهي. جبتها الكيلو ب10، جبت كيلو ونص ماشي. انا كده كده عندي ملوخيه في الفريزر، بس انا قلت ايه اخرطها برضك واشيلها في الفريزر، يعني الحاجه كده كده كل يوم عماله تغلى اصلا، اللي نعرف نجيبه ونشيله نشيله. جبت هنا ربع شعريه 5 جنيه على 20 جنيه كده. وجبت هنا بطاطس حلوه اهي. البطاطس بقى صدمة العمر بجد، عشان بس افضي الكيسين في بعض لان انا جايبه ايه 2 و2 هحطهم لي في صندوقين. انا افضي كده عشان اقوم افضي على طول.
بالله. بس النهارده مولعه دي ب10 جنيه يا جماعه، شايفينها ب10 جنيه دي. جبت 4 كيلو ب40 جنيه. البطاطس الصراحه حتى واحنا سهرانين ممكن نلاقوا ناكلها كده، احنا بنحب البطاطس يعني. ماشي. والشعريه وده فلفل ب10 جنيه. فلفل بصوا هو مش مليان لفوق، شايفين مفيش فوق، هو لحد هنا كده. ده ب10 جنيه وطبعا تحت فاضي. ودوت حبهان الشوربه، بتخلي الشوربه جميله قوي، ريحته جميله قوي. بصوا دول ب10 جنيه برضه، شايفينهم مش عارفه كده شيء اهم. انا هحطهم لكم في ايديا. شوفوا شويه قد ايه يعني، ما مش 3 4 مرات كده شويه. دول برضه ب10. يبقى كده ب20 بهارات بس. فلفل ومسكه دي اسمها ايه، حبايه مكه بقى نزلت معايا، ويا ريتها ما نزلت، يا ريتها ما نزلت. خليهم في الاخر، خليهم في الاخر عشان الشلل كله. جبت بقى فلفل الملون ده ب40 جنيه، و35 جنيه اللي هو مهري منهم يعني. بس انا جبت ده ب40 جنيه، جميل اوي اهو، شايفين زي الفل اهو ب40. جبت كيلو، ماشي، جبت كيلو واحد. الخوخ بقى جبت 3 كيلو، كيلو ب15 جنيه. احنا خدت 3 كيلو يعني، غير كده اللي بياخد كيلو كده بيحسبوه ب20. البياعين اصلا حسبنا الله ونعم الوكيل، والله بيبيعوا على كيفهم. بصوا انا جبت 3 كيلو، الكيلو ب15 جنيه، عن التلاتة ب45. هتاخدي كيلو لوحده ب20. اللي في ناس واقفة كده تقول له كيلو مثلا، ولا يقول له كيلو ونص، يقول له كيلو ونص. الكيلو ب20 على طول، بيتحسب الكيلو ب20. بس حلو على فكرة، مسكر وجميل اوي. بصوا الله اكبر عليه، حلو. ماشي. جبنا ايه تاني؟ بس خلصنا كده. ده كان سوق النهارده اللي هو 29 ولا 28، النهارده 29 تقريبا 5. الاسعار نار 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 نار. انا ما بعملش فيديو الا اذا لقيت الاسعار غاليه او الاسعار نزلت، بقول لكم انتوا بقى. اكتبوا لي في الكومنتات اسعار الحاجه دي عندكم ايه. والرز عامه ب24، المكرونه ب20، اي نوع مكرونه ب20، والشعريه ب20، وكل حاجه ب20. العلب ب27. ايه تاني؟ الدقيق المغلى ب20، واللي هو السايب ب16. ماشي. لو عايزين بقى تعرفوا اسعار اي حاجه تانية انا مش فاكراها، اكتبوا لي في الكومنتات هرد عليكم. وقولوا لي اسعار الحاجه ديت عندكم ايه، كويسه ولا اغلى من كده. تقفل الفيديو. وبقى مكه قالت لي يا ماما انت مرتمش الحاجه اللي انا جبتها. بصوا بقى حاجه مكه لوحدها اهي معدله 50 جنيه اصلا. احنا هنفضي كده ونعد مع بعض. مارشميلو ب10 جنيه، دول ب10 جنيه، مش عارفه اصلا ايه لازمته، ب10 جنيه. ماشي. ديت ب10 جنيه، هي اصلا تعتبر الواحدة واقفة فيها بجنيه ولا حاجة. هي ب10 جنيه. ماشي. ده كده احسبوا المكة، ده كده 20 ب10 جنيه لب. بس انا هاخد منه اللب اساسا. ده كده 30. نروحوا فين؟ 30 ب10 لب اصلي. شايفين اصلا؟ انا مش شايفاهم في الكيس. ب10 جنيه اهمت، يا رب تكونوا شايفينه. ده همت ب10 جنيه. احنا قلنا كام كده؟ ايه ده؟ 10 كده، 30 و10 40 و10 جنيه مقرمشات. بس المقرمشات كتير اوي عشان في الكيس حاطين على بعض. ده ب10 يبقى ده 50. وب5 جنيه شيبسي من ورية. شوف اصلا مش عارفه هو عامل ايه كده برضه، بس دول ب5 جنيه. حلو برضه، بس نضيف يعني وحلو. يبقى كده احنا قلنا كام بقى؟ انا نسيت. اللي تابع بقى يقول لي بكام. ماشي. يقول لي كده حاجه مكه بكام في الكومنتات. دول حاجات مكه لوحدها. ولسه هروح بكره طبعا اجيب فراخ او لحمه او ممكن كوارع، على حسب احنا يعني ايه، لسه مش عارفه. بس ممكن اجيب كوارع. بكام بقى الحاجات دولت؟ تحسبون بقى انتوا في الكومنتات وقولوا لي، عشان انا اصلا اللي نزلت بيه جيت خدت فلوس عليه تاني وما عملش غير 2 جنيه في البوك.
يكون بقى لسه هجيب مكرونه ولسه عايزين برتقال ولسه يعني شويه حاجات كده اجيبهم بكره، وانا بجيب فراخ بقى لحمه الله اعلم لسه ما رستش. تمام، اروح اجيب واكمل بقى عشان عايزين برتقال عشان العصير وعايزين اناناس، وممكن بقى طبعا من ساعه ما بنزل السوق اخربها. تعالي بقى اوريك الحاجه. دي الحاجه اهي، دي كل حاجه، ده الصابون الهبلان. حتى البط جبتله والكدل سوا. يعني حد ما الاسعار غاليه غاليه غاليه، حاجات كتير غاليه، بس برضو الجبنه يعني الحمد لله احنا عايزين في العيد بقى ربنا يسترها كده. يعني هو الاسبوع اللي جاي واللي بعده الحاجه هتولع، فاعملوا حسابكم بقى وجيبوا لكم مثلا شويه طماطم وشيليهم، باميه، شويه بهارات بقى لان البهارات برضو هتغلى، ملوخيه مثلا، اي حاجه انت بتحبي تعملها في العيد جيبيها من دلوقتي، ما تستنيش السوق اللي قبل العيد. اي فاكهه بتاخد وقتها برضو ممكن تجيبي من السوق اللي جاي علشان تعملي حسابك الحاجه مولعه مولعه مولعه. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متنسوش الاشتراك ولايك وتعليق جميل منكم.